الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها المغاربة الكرام نساء ورجالا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم إلى المشاركة الإيجابية والفعالة في هذه المحطة الحاسمة وفي هذا الظرف الحرج الذي يتهدد بلادنا فيها كثير من الأخطار بسبب الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية المتردية. نريد من الشعب المغربي أن يساهم في الربيع العربي المبارك بطريقته الخاصة، بأن ينزل يوم الاقتراع ليصوت على الشرفاء والنزهاء، ليختار البرنامج الانتخابي الذي يستجيب لطموحه، ليختار الوجوه والأسماء التي تشرفه ويحق لها أن تمثله داخل قبة البرلمان. في ظل ما حصل من تعديلات دستورية، نتوقع أن يصبح للبرلمان صلاحيات أقوى، وأن تصبح الحكومة التي يفرزها هذا البرلمان ذات استقلالية، وبالتالي يمكن للمغاربة أن يحققوا بعض آمالهم في المستقبل القريب أو المتوسط إذا ما ساهموا في قطع الطريق على المفسدين من تجار الانتخابات ومن مستعملي المال الحرام والأساليب الملتوية المعتمدين على طرق العصبية القبلية والديماغوجية والتجهيل، واستعمال كل الطرق التي تؤدي إلى الحصول على المقعد دون أن يكون أهم خدمة المواطن، ودون أن تكون فكرة البرنامج الذي يستطيع أن ينتشل الأمة من هذه الوضعية الصعبة هي ما يحملون من هم أو فكرة. حزب العدالة والتنمية بعد كل هذه المحطات أصبح معروفا لدى المواطنين المغاربة، ويحظى بسمعة طيبة بسبب مصداقيته ونزاهته ونظافة يده. ندعوكم إلى اختيار الأفضل، ندعوكم إلى اختيار الأنظف، ندعوكم إلى اختيار الأصدق، ووفق برنامج واقعي محدد المحالم يزيد فيه مجموع الإجراءات المتخذة لإصلاح الوضع على ما يزيد على 1500 إجراء، تشمل أكثر من 25 ميدان قابل للتطبيق في حالة إذا ما دعمنا المواطن المغربي وحملنا بصوته إلى موقع المسؤولية. وحتى لو شاء الله لنا أن نبقى في المعارضة، فإننا نعده بأن نبقى كما كنا وأحسن، معارضة فعالة، معارضة واقعية، معارضة إيجابية، معارضة نظيفة، معارضة متجردة، معارضة نزيهة. إن حزب العدالة والتنمية ينتهج سياسة القرب، ونوابه يتواصلون مع المواطنين، وملفات المواطنين ومشاكلهم تحمل عبر نواب العدالة والتنمية إلى قبة البرلمان أسئلة كتابية وشفوية وآنية وملتمسات ومراسلات. نحن نؤمن بأن وظيفة النائب البرلماني كما حددها الدستور هي الرقابة والتشريع، ولكن نضيف إليها الشفاعة الحسنة، ونبذل ما في وسعنا لخدمة المواطنين. ونتحدى من يثبت أن أحد نوابنا سقط في عملية فساد أو إفساد حتى لو كانت صغيرة أو رمزية. موعدنا يوم الاقتراع، لأنكم إن عزفتم عن هذا اليوم أو قاطعتم هذه الانتخابات فإنكم تساعدون عمليا ذوي الإمكانيات الفاسدة من العودة مرة أخرى إلى البرلمان ومن الوصول بنفوذهم ومالهم الحرام إلى مواقع التأثير ومواقع التغيير. وآنذاك علينا أن نتحمل جميعا مسؤولية التردي الذي سيكون أكبر والمشاكل التي ستكون أكثر. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى حسن الاختيار، وأن يوفق المواطنين إلى أداء أمانتهم وإلى تحمل مسؤوليتهم وإلى أداء الشهادة في ذلك اليوم. موعدنا يوم 25 نوفمبر 2011 من أجل الصوت النزيه
الذي يوصل الكلمة الصادقة والموقف الشجاع والاختيار النزيه والبرنامج الأفضل إلى قبة البرلمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.